مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة عاملين لكم حلقة مسائية. طبعا احنا كنا قلنا أهم الأخبار اللي بتحصل في الساحة الرياضية النهاردة، ولكن عاملين لكم حلقة علشان نغطي الأحداث الجديدة والحاجات اللي احنا ما اتكلمناش فيها في الحلقة الصباحية. نبتدي على طول بموضوع أحمد عبد القادر. الحمد لله كان في انفراد هنا من شهر، قلنا لكم إن أحمد عبد القادر قال للناس مقربين منه ان هو مضى وخلص كل حاجه في نادي الزمالك، فما فيش طريق عوده للنادي الاهلي، ما فيش بيراميدز، لان في صحفيين واعلاميين طلعوا قالوا ان بيراميدز دخل في الصفقه. قلت لكم ان نادي الزمالك مخلص كل حاجه مع احمد عبد القادر، واحمد عبد القادر كان مصمم ان هو يروح نادي الزمالك، واخد ان الموضوع انتقام. لا انا هنتقم بقى من النادي الاهلي، ما اعرفش النادي الاهلي عمل له ايه، فانا هروح نادي الزمالك. فطبعا ربنا معاه وكل حاجه، ولكن الطريقه اللي هو عايز يمشي بيها طريقه طبعا صعبه جدا. لما قعد مع محمد يوسف وقال له ان هو مستعد يدفع 15 مليون جنيه وان هم يفكوا الارتباط، طبعا محمد يوسف قال له الكلام ده مش هيحصل، لو عايز اي عقد حتى لو من نادي الزمالك هات لنا 40 او 50 مليون جنيه واحنا هنوافق على العرض اللي هيجيبه اي نادي مهما كان. ولكن احمد عبد القادر بيحاول يقنع الرجال الاعمال اللي في نادي الزمالك اللي اتفقوا معاه ان هم يدفعوا المبلغ المعين ده اللي هو تقريبا يوصل ل 50 مليون جنيه علشان يفسخ عقده مع النادي الاهلي ويقدر يروح نادي الزمالك من الموسم اللي جاي. طبعا في موافقه من النادي الاهلي مبدئيا، وهتقول لي ليه الاهلي ممكن يبيعه للزمالك او يفرط فيه حتى بالتراضي وهو عارف ان هو رايح الزمالك. الاهلي عايز اي استفاده ماليه من احمد عبد القادر لان هو متاكد ان هو كده كده رايح الزمالك من الموسم اللي جاي، فمش هتفرق مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي مش عايز صداع او لاعب يعمل مشاكل جوه اوضه اللبس الموسم اللي جاي، لانه طبعا لو قعد في النادي الاهلي هيعمل مشاكل جوه اوضه اللبس لان مش هتبقى فارقه معاه. فعلشان كده مجلس اداره النادي الاهلي عايز يخلص من احمد عبد القادر برضه، زي ما احمد عبد القادر عايز يمشي برضه الاهلي عايز يمشي احمد عبد القادر. فهنشوف الفترة اللي جاية فيها ايه، لان الرغبة اصبحت متبادلة ما بين الاهلي وما بين احمد عبد القادر. وده اللي هياخدني لنقطة تانية برضه في نادي الزمالك، وهي موضوع فتوح اللي فيه رغبة متبادلة ما بين فتوح والنادي الزمالك ان هو يمشي من نادي الزمالك، لان هو شايف ان هو خلاص كده مش هينفع يلعب الموسم اللي جاي في نادي الزمالك. برضه جين ادوارد عايز يمشيه وشايف ان هو ملوش فرصة الفترة اللي جاية، فعلشان كده عايز يشوف له عقد سواء جوه مصر او بره مصر يكون مناسب علشان احمد فتوح يمشي من نادي الزمالك. هنشوف الفترة اللي جاية، واحنا طبعا بنتابعكم يوم بيوم لان كل يوم في اخبار جديدة وفي احداث جديدة. كل الناس الحمد لله، في صحفيين طلعوا قالوا لك ان جون ادوارد اتفق مع حسام عبد المجيد على التجديد، ولكن انا بكذب لك الاخبار دي. والقعدة اللي حصلت او المكالمة اللي حصلت ما بين جون ادوارد وحسام عبد المجيد، لان ما حصلش قعدة في ناس قالت لك ان هم قعدوا مع بعض، لا. جون ادوارد كلم حسام عبد المجيد قال له عايزين نقعد علشان نجدد. حسام عبد المجيد رد على جون ادوارد رد قاطع، قال له خلص كل الصفقات بتاعتك الموسم اللي جاي ونشوف الفريق عامل ازاي والموسم هيبتدي ازاي، وبعد كده نقعد ونتكلم في التجديد. لكن الناس اللي قالت لك قالوا لك ان انا هات العقود وان انا اجدد والكلام ده كله، كل الكلام ده هجص وما تصدقش الكلام ده، لان لو كان حسام عبد المجيد قال الكلمتين دول كان جون ادوارد في ثانيه جاب العقود وجابوا الفلوس وخلص مع حسام عبد المجيد كل حاجه. علشان كده بقول لك ما تصدقش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. حسام عبد المجيد في اتفاق مبدئي مع النادي الاهلي لسه ما مضاش طبعا، ولكن في اتفاق مبدئي مع النادي الاهلي على الفلوس اللي هياخدها وكل حاجه متفقين عليها. فهنشوف يعني في خلال يناير ايه اللي هيحصل، لانه هو النادي الاهلي عمره ما هيمضي معاه قبل يناير. لو حصل بقى ان في اتفاق كده من الخارج انه مضى عقود زي ما زيزو عمل مع حملات اعلانيه والكلام ده، هنقول لكم طبعا النادي الاهلي. اخر حاجه بقى هتكلم فيها النهارده قبل ما اقول لكم برضو عن مسابقه، وهو موضوع مصطفى يونس. انا اتكلمت قبل كده على كلام مصطفى يونس اللي اتكلم فيه في الاول واتهم في الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بالعمولات والكلام ده واتهمهم في الذمم الماليه، ورديت عليه بالمنطق. ولكن كابتن مصطفى يونس خد منحنى خطير جدا جدا. شفت له فيديو بصراحه من يومين،
صادم، ومش مصدق ان هو طلع يقول الكلام ده والالفاظ دي بشكل فج وطريقه متدنيه والفاظ يعني سيئه جدا جدا جدا. وطبعا هو مش بيقول اسماء، ولكن هو يقصد الكابتن محمود الخطيب ويقصد مجلس اداره النادي الاهلي. طريقه غريبه من كابتن المفروض ان هو كابتن كبير عنده 72 سنه، يعني المفروض ان هو يحترم على الاقل سنه ويحترم عيلته ويحترم قرايبه والناس اللي تعرفه واصحابه. ولكن للاسف بقول لك طريقه متدنيه جدا. اتمنى من الناس المقربين ليه او عيلته ان هم يتدخلوا ويرجعوه عن الطريق اللي هو ماشي فيه. طبعا النادي الاهلي واخد طرقه القانونيه، وهيكون اكيد في تحقيقات قريبه مع الكابتن مصطفى يونس على الكلام والاتهامات اللي هو بيقولها على الكابتن محمود الخطيب. ولكن زي ما بقول لك الطريقه اللي هو بدأ يتكلم بيها والالفاظ اللي هو بدأ يقولها بقت طريقه صعبه جدا. وكل اللعيبه القدامى اللي هم كانوا قريبين من مصطفى يونس حاليا مش بيردوا اصلا عليه ولا بيكلموه نهائي، وقرروا ان هم يقطعوه لان هو كان مقرب من كباتن كبار زي مصطفى عبده وناس تانية. ولكن حاليا ما حدش بيكلمه او بيرد عليه. علشان كده بدأ هو ياخد منحنى خطير جدا، وبدأ يشتم ويقول الفاظ غريبة جدا. فأتمنى ان الناس المقربة منه ان هي ترجعه عن الطريق اللي هو ماشي فيه. لكن بالنسبة للنادي الاهلي مصطفى يونس انتهى تماما، سواء بالنسبه للجمهور او بالنسبه للاداره. هنشوف بقى الفتره اللي جايه فيها ايه، ولو في احداث جديده ان شاء الله هنقولها لكم كل يوم. اخر حاجه بقولها لكم هو موضوع مسابقه. ابعتوا لنا مسابقه الدوري المصري طبعا اللي هتقفل يوم 4 اغسطس قبل الدوري ان شاء الله باربع ايام. فابعتوا لنا ال 11 لاعب اللي انت متوقع يبتدوا اول مباراه في الدوري مع النادي الاهلي. توقع تشكيل النادي الاهلي الاساسي علشان الجايزه 30,000 جنيه. ان شاء الله يكون ليك حظ ان انت تكسب. ابعتوا لنا رسائل، انا بشوف ناس بتعمل تعليقات وانا هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعت انستجرام علشان تبعتوا لنا رسائل فيها التشكيل اللي انت متوقعه. استنونا في حلقه جديده واستنونا في اخر الاخبار في الكره معاك.